يكونوا من أسوأ الدقائق اللي مروا عليك. راح يكونوا كويسين إن شاء الله. تفضل. بالقرآن الكريم بكرر رب العزة جل وعلا مرتين أن اليوم في التوقيت الإلهي يساوي 1000 سنة من سنواتنا نحن. 1000 سنة مما تعد. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك ك1000 سنة مما تعدون. يعني 1000 سنة عندنا هو يوم عند رب العالمين. هلا وكمان في آية أخرى يعني مشان ما نطول البوست. انتبهوا شو السؤال اللي بينطرح على الكافرين يوم القيامة. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا يسألوا قديش بقيتوا، كم سنة بقيتوا؟ نحكي لهم بمنطقهم. نعم. السنوات. فبيكون جوابهم شو؟ يقول قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين، يعني نحن حاسين انه نحن بقينا يوم او بعض يوم، لانه هنيك بالاخره صار احساسهم بالزمن مختلف، صاروا يشوفوا حياتهم كانت يوما او بعض يوم. طيب تعالوا نحسبها شوي. تفضل. سيدنا نوح عاش 1000 سنة او يعني تزيد او تنقص. خلينا نقول عاش يوم كامل وفق الزمن الالهي. يوما او ك1000 سنة مما تعدون، يعني يوم بالتوقيت الالهي عاش سيدنا نوح. نحن حاليا المعمر فينا هالايام بيعيش 80 سنة مثلا. وهذا يعني تقريبا 1/12 من الحياة اللي عاشها سيدنا آدم عليه السلام. يعني عمر سيدنا آدم عمر 12 معمر من معمرين هذه الأيام. شو معنى هالكلام؟ معنى أن 24 ساعة بالتوقيت الإلهي اللي هي يوم بالتوقيت الإلهي تقسيم 12 تساوي ساعتين، تزيد أو تنقص قليلا. يعني المعمر فينا هالأيام بيعيش ساعتين بالتوقيت الإلهي. تخيلوا ساعتين بس. نعم. كل هذا الحرص على الدنيا وكل نسيان الآخرة والركض والمنافسات والهموم كلها ساعتين بس. اسمعوا شو راح يقول هلا يا جماعة. ولما نقول الحضارة الفلانية عمرها 6000 سنة مثلا، يعني عمرها 6 أيام بالتوقيت الإلهي. والحضارة الإسلامية مثلا اللي هلا عمرها أقل من يوم ونص. متخيلين؟ طبعا هالكلام بأيده العلم، يعني العلم الحديث بأيده اللي بيتحدث عن عمر الكون وطبيعة الزمن وإلى آخره، أينشتاين وغير أينشتاين. ولذلك أكد ربنا سبحانه وتعالى بأكثر من مكان أنه هاي الحياة الدنيا متاع قليل. متاع قليل، وأنها مجرد دار اختبار تعبر فيها عبور أو ابتلاء أو امتحان. كل المعاني كل هاي الكلمات تعني الامتحان. هلا بيضرب مثل جميل. وتخيلوا قديش بيكون جاهل اللي ما بيقدر يصبر ساعتين حتى يفوز بالنعيم المقيم في جنة عرضها السماوات والأرض. تخيلوا اللي بياكل إرث إخواته أو بيغش بمهنته أو بياكل المال الحرام أو بيغوص بدماء الأبرياء من أجل السلطة أو المال أو المجد الدنيوي، هذا كله اللي مدته مو أكثر من ساعتين. تخيلوا مدى جهله. بتتذكروا كلكم امتحانات البكالوريا؟ بيكون الامتحان عادة ساعتين أو 3 ماكسيموم، ونكون قاعدين نحن نحل الأسئلة وعيوننا وين؟ على الساعة الجدارية، مش قد لسه وقت. لما بينتهى الوقت بيجي المشرف يلم الأوراق، وإذا كان الواحد لسه ما خلص سؤال معين آخر شيء عم هذا بيقول له دخيلك أستاذ أعطيني دقيقة واحدة بس أخلص شو اسمه. صحيح. ما في. تذكروا كلمة حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. طبعا الأستاذ هو ما بيسحب الورقة منه فورا لأنه خلص الوقت. الفرق إنه اللي ما بينجح بالبكالوريا ممكن يعيدها السنة الثانية، أو ممكن يشتغل أي مهنة أخرى لا تحتاج شهادات عليا. صحيح. ويمكن ربنا يوفقه ويعيش حياة سعيدة ما سهلة. أما اللي بيفشل في اختبار الدنيا ما له رجعة أبدا، لأنه رب العزة بيخبرنا بيكمل الآية بيقول كلا إنها كلمة هو قائلها، يعني مجرد كلمة عم يقولها. ومن ورائهم برزخ، ما في رجعة بعد. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. صحيح. إلى يوم القيامة. فتخيلوا رحمكم الله جهل من غرتهم الحياة الدنيا. ولذلك دخل أحد الفقهاء على ملك أو خليفة فقال له عظني
قالوا يا أمير المؤمنين قد ضل وخاب من لم يجد في جنة عرضها السماوات والأرض مكان يؤويه. مكان يؤويه. ضل وخاب من لم يجد في جنة عرضها السماوات والأرض مكان يؤويه. صح. جعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين. اللهم اصبروا على هذين الساعتين لأن ما عند الله خير وأبقى. السلام عليكم. جزاك الله خير.